موازين. فضل شاكر على مسرح موازين بوجود 50,000 متفرج، طلب من الجمهور انه يقولوا امين ويردوا وراه يقولوا امين. وطلب امين على اشياء. شو؟ طلب انه الله، يعني ما بدي اعيد الطلب. لا يا ريت تقلي. يعني كان عم بيقول بمعنى عم يشتم الرئيس السوري بشار الاسد وعم يدعي عليه بالموت، وكرددوا امين كل الشعب الجزائري المغربي. يا عيب شو. على فكرة فضل شاكر فلسطيني ما هي؟ نعم. أنا أحيي الشعب الفلسطيني كله، لأنه أنا بنحني له، للشعب اللي عم بيصد الصهاينة. نعم. بس أنا بقول يا عيب الشوم عليك يا فضل يا شاكر، لأنك أنت إنسان فلسطيني، وسوريا فتحت قلبها لكل الفلسطينيين. نحن عنا شيء 3 ملايين فلسطيني. نعم. وفي منهم اخذين الجنسيات السورية، فعيب عيب. انتوا جنستوا بقول له هي قلة أدب اسمها. وبنفس بعيدا عن السياسة، بيعجبك احساس فضل شاكر؟ لا طالما هلا قلت لي ما بيعجبني بنوم. فعلا فعلا. بنفس لا احساسه ولا هو كشخص ابدا. طب بدي هيك، ما تبرري له لفضل شاكر تصرفه؟ لا. ما كمان بنت بلدك عملت نفس الشيء. أصالة؟ أصالة انه اللي ابن البلد ساعات بده يغلط هيك غلطه، ما فيك تيجي تلومي حدا غير، يعني ما فيك تيجي تلومي فضل شاكر ساعات الأصالة. بلوم اللي بيقول امين. فأصالة معلش، اتقي شر من احسنت اليه. بقول لها عيب عليك يا أصالة، لانه لحم كتافك من خير بلدك، وكنت المستفيدة الوحيدة فعلا انه صلحوا لك رجلك 3 مرات. سيادة الرئيس حافظ الأسد بعتها لروسيا، كانت اخذة بيت سيارات. من فترة بسيطة غنت لسيادة الرئيس بشار الأسد. صحيح. طيب يعني شو عدا ما بدا صارت تشتم وصارت تطلع تحكي بالسياسة، وحكت عن لبنان. نعم. صح. اللي بيته من ازاز لا يرمي الناس بالحجارة. صح. يعني شو بتقصد من هذا الكلام يعني؟ ليه اعتذرت؟ لا ما مقبول اعتذارها ابدا ابدا. انا فنانة ملك الناس، عيب احكي بشيء ما بيعنيني واشتم مين كان. لا مش مقبول. مقبول. انه الفنان حتى كمان من فترة كمان جابتها السيدة الأولى لدمشق وعملت كلام نواعم، كانت عم بتقول انه ايدي الفنانين ملطخة بالدم. انا بقول لها ايديكي ملطخة في الألماس وخليكي. طبعا هون ايديكي ملطخه بالالماس، نظرا للالماس اللي عم تلبسه ببرنامجها. برنامجها اللي عم يعرض على قناه OSM. طبعا نحن ايدينا ما لها ملطخه بالدم ابدا. ست ميادة، شو بتقولي لأصالة نصري اليوم من هيدا المنبر على كل التصريحات اللي قالتهم وكل يعني التصرفات اللي عم يصدروا من فنانه مثل أصالة نصري؟ بقول لها اتقي شر من احسنت الي، قلت لك اياها. يعني شو فيني اقول لوحدي غنت حماك الله يا اسد، غنت كثير اغاني، فجاي هلا عم تحكي وحاطه على ايديها العلم بدها تغني لاوباما. لا روحي غني لشارون وغني. شكرا يعني. شكرا يعني. ست ميادة، كمان بما انه ذكرنا ببداية الحلقة كمان بعدد من مجلة زهرة الخليج كمان سئلوا عن السيدة ميادة الحناوي، كمان اعتبرت أصالة انه حضرتك مانك من جيل العمالقة. طيب يا سيدي الكريم، السيد ربيع الهنيدي صديقة، يعني بفبركوا القصص، وانا ماني بحاجة والله فلانة تقول عني وما تقول عني. ما يعني هي شو هي يعني يا مجنون؟ مش انا ليلى؟
شو؟ ست ميادة، بين ميادة حناوي وأصالة كيف إذا فرق شاسع. يعني أصالة كانت تغني يا دواليب الحظ ولفي عن نمرة دوري، هلأ الحظ مشي معاها مثل ما قال مرة معكم ضيف مطرب لبناني. نعم. فيعني اللي عم تعمله أصالة وبتقوله وبتصرح فيه عيب. عيب يعني لا يغتفر لا أبدا أبدا أبدا. هلا إذا حبت هي بدها تغني لأوباما، بدها تغني للسوار، غنت وغنت ضد سيادة الرئيس، فيعب الشوم. إذا هلا حبت ترجع على سوريا أصالة ممنوع. ممنوع ترجع على سوريا؟ ممنوع. ليه؟ حتى لو سمحها الرئيس بشار الأسد. شوف لا أقول لك شغلة، يعني الإنسان لما بيغلط الغلطة كفرة صعب شوي الواحد الإنسان يسامحه، صح ولا لا؟ لأنه هاي عم تغلط والعالم العربي كله عم يسمعها، صح ولا لا؟ نعم. يا ريت لو غلطانة مثلا وحكت بينه وبين حدا مثلا، بس اما والله مو على تلفزيونات العالم وبتطلع لي بالعربية هي العبرية أنا مسميتها والجزيرة. نعم. بيقولوا والله في تفجير الفلاني وفي ما بعرف شو وفي ما بعرف شو، بيكون ما في شيء بالشام. الإعلام يعني الإعلام عم بيوصل بطريقة حرب شعواء. طب يا جماعة معلش، أنا يعني يمكن ما كتير أنا بحكي بالسياسة، بس في كتير مثلا من البلدان اللي عم يصير فيها أغلاط، طب ما تشوفوها. هالقتلة اللي عم بتروح في العراق، هالقتلة اللي عم بتروح بفلسطين، اللي يعني طب إيش معنى يعني الشام يا حرام مسكينة يعني. نعم. فأنا مقهورة جدا جدا جدا. نحن اكيد بنضم صوتنا لصوتك، واكيد بنقول انه نحن كمان مقهورين كثير على سوريا يعني وعلى لا الشام. سمح الله سوريا ما يصير لها شيء، المنطقة كلها حتروح 100%. فعلا، يعني لا سمح الله. ست ميادة لنختم هيدا يعني بقول لهم أنا بقول لهم للشعب السوري، لحبايبنا ولأخواتنا، بقول لهم حبوا بلدكم، غاروا عليها، غاروا عليها مثل ما بتغاروا على أمكم على أختكم. يعني حرام تخربوها. أنا ضد التخريب، أنا مع الإصلاحات، بس أنا ضد عند التخريب. اصلاح وتغيير. ضد لا نو ضد انه الاصلاح شو هو يعني؟ انه اغير. هيدا شعار التيار الوطني الحر وجنرال ميشيل عون، اصلاح وتغيير. والله